اتولد شالوم أو ليون أنجل في الإسكندرية سنة 1900 لأسرة يهودية، وفي الوقت ده اشتغل في وظائف ومهن بسيطة حاله كحال أي مواطن مصري في نفس الوقت ده. وبعد كده قرر إنه ينضم لفرقة الجزائرلي المسرحية، وهناك اتعرف على المخرج اليهودي توجو مزراحي، ونشأت علاقة صداقة بينهم. وبعد كده عملوا أول أفلامهم هو فيلم الكوكايين سنة 1930، وكان فيلم صامت. وبعدها بسنتين سنة 1932 عملوا مع بعض فيلم تاني اسمه 5001، وبرضه كان فيلم صامت. ولكن بعد كده اتجه شالوم في أفلامه مع توجو مزراحي لتسليط الضوء على حياة الشاب أو الرجل اليهودي بطريقة فكاهية، لترويج فكرة إن اليهود مش بخلة ومش خاينين للعهد، وبرضه لكسب الاطمئنان لوجود العائلات والأسر اليهودية في المجتمع المصري في الوقت ده بالذات. وعملوا مع بعض أفلام بنفس شخصية شالوم، من ضمنها فيلم شالوم الرياضي وشالوم الترجمان وشخصية شالوم في فيلم العز بهدلة. وبكده يبقى شالوم هو أول ممثل مصري يعمل أفلام باسمه الحقيقي، وبكده يبقى سبق الممثل إسماعيل ياسين. وفي سنة 1937 ميلاديا نشطت عمليات المنظمات اليهودية السرية لتهجير اليهود إلى فلسطين، كان بسبب إصدار وعد بلفور سنة 1917 ميلاديا. وعلى الرغم من عدم وجود طائفية أو عنصرية في الوقت ده ما بين الممثلين المصريين في السينما المصرية، ما بين الممثلين المسيحيين أو الممثلين المسلمين أو حتى الممثلين اليهود، إلا أن اختفاء شالوم كان بيرجع لعدة أسباب، من ضمنها اهتمام المخرج اليهودي توجو مزراحي بالممثل الجديد الوجه الجديد علي الكسار، وبالفعل اللي كسر الدنيا في الوقت ده، واللي ناس كتير أجمعت على موهبته وإنه بيقدم كوميديا حقيقية بجد، والناس كتير عجبت أدوار علي الكسار في أفلام عثمان. ممكن السبب التاني بيرجع إلى اهتمام شالوم بدور اليهودي وتسليط الضوء على اليهودي بس، وإنه حاصر أدواره كلها لخدمة وفايدة الديانة اليهودية. وتزامنا مع زيادة أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، إلا أن شالوم رفض الهجرة إلى فلسطين، وقرر إنه يهاجر إلى إيطاليا خوفا من تعرضه لأي طائفية أو عنصرية، أو حتى إنه ممكن يتقبض عليه في مصر لو فضل موجود في مصر بسبب إنه كونه يهودي. وعلى الرغم من انه وصل وهاجر الى ايطاليا، الا انه كان بيتمنى ان الاوضاع السياسيه او العداوه ما بين العرب واليهود تهدى، الا ان فتيل الحرب او اشتعال فتيل الحرب ما بين العرب واليهود ازداد. وبالفعل حلمه اتدمر سنه 1948 ميلاديا بعد اعلان قيام دوله اسرائيل وهزيمه العرب في حرب فلسطين. وفي نفس السنه 1948 ميلاديا توفى شالوم.